كابتن صباح، التعادل الرابع على التوالي، ايش اللي صار في هذه المباراة؟ لأن المباريات السابقة كنت سألتك عنها قبل. احنا تعرف يعني هاي المباراة والمباراة اللي قبلها مع نزوة كان عندنا عدد كبير من اللاعبين غير موجودين، وهذا العدد الكبير ياتي مرات في خط الدفاع. شفت مباراتنا في نزوه يمكن حضرتك حضرتها، والاخطاء الدفاعيه لا تلاحقنا، وقدرنا نسجل 3 أهداف وقولوا علينا بالدقيقه 95 يمكن جول التعادل الثالث. احنا نقول من نزوه من رجعنا متعادلين او من الاتحاد رجعنا متعادلين، اعتبرها انا بالنسبه لي يعني فوز، لان الفريقين ينافسونا بالقمه. لكن مباراتنا يمكن مع مسقط وانا اللي تعادلت فيها انا اعتبرها خساره. مباراتنا اليوم مع مجيس وانا تعادلت فيها انا اعتبرها خساره. انت هالفتره الزمنيه اشتغلت وعديت فريقك بالصوره الصحيحه لمباراه مجيس، لكن انت تعرف النواقص اللي موجوده عندنا. احنا عندنا 4 لاعبين من احسن اللاعبين هم ما موجودين اليوم بالمباراه. معتصم لياقته بعد مو كامل، لما خفت لعبه هذا اليوم، خفت من ان ينظرف في العمليه احنا ما تسوى ان اللاعب يتاذى فقعدته خارج التشكيل. عندك اسلام المحترف المصري ما يلعب، عندك عمر لاعب جيد بالوسط ما يلعب، عندك حسين الحارس اليوم ما لعب. يعني ذولا ياثرون تاثير مباشر. اضف الى ذلك معتصم، اضف الى ذلك بعد ايضا هناك لاعبين ما واصلين بالفورمه، مو بالفورمه كانوا موجودين. لكن فريق ادى، وفريق مجيس فريق جيد بحيث هو يعني موجود وقاعد ينافس مع ينافسنا وينافس الفريق الاتحاد. اذا احنا نلعب مع فريق كانه اول وثاني. اعتقد المباراة كانت عادية والضغط اللي فيها كان اعلى من المباراة. التحكيم كان جيد اليوم، حقيقة كان جيد ما متوتر، والقرارات يعني خلينا نقول 90% كانت جيدة، والفريقين ادوا واجبهم بالصورة الصحيحة. لكن احنا ضيعنا فرص، احنا في المباراة ايضا ضيعنا فرص، وفريق مجيس ايضا ضيع فرص، لكن فرصنا كانت اكثر. هذا نقول ما توفيق الا بالله سبحانه وتعالى. التعادل ما انا اعتبره بالنسبة لي اعتبره خسارة. طيب كابتن، 5 مواجهات قادمة راح تكون مع فرق ما راح تكون منافسة للفريق، وفرق من منتصف الترتيب الى ما دون. استعدادك للمباريات القادمة؟ مو بالشرط انت تلعب مع فريق منافس او مو منافس، وضعية الفريق وامكانية اللاعبين هل هي جيدة او لا. اضف الى ذلك يمكن في بعض الاحيان تلعب مع فريق يريد ياخذ 3 نقاط حتى ما يهبط. هذا تعرف انت، هذا مثل واحد يعني غرقان وانت تريد تخلصه من الغرق بالماء بالبحر او غيرها. اللي اريد اوصل لك اياه بانه كل المباريات المتبقيه ال5 هي لازم نفوز فيها. يعني احنا لازم على اقل تقدير نفوز ب4 مباريات، يلا نقدر نصعد. انا انظر للمواجهات المتبقيه مع مجيس مثلا مع من يلعب. يعني انا احس بانه احنا مبارياتنا اقل المباريات حده. انظر لي مثلا الاتحاد مع من يلعب، انظر لي مثلا مسقط مع من يلعب، وهذه انظر لهالمباريات هذه. لكن احنا بالنسبه لنا ما دام متواجدين هسه اللاعبين بالوقت الحاضر وقاعد يتمرنون، المباراه المقبله مع الخابور اعتقد فريقنا راح يكون كامل مكمل، لان ما في حرمان. حتى ذول اللاعبين راح يكونوا موجودين، واعتقد الفوز راح يكون من حليفنا ونرجع للفوز. احنا المهم المرحله الثانيه هذه ما نطينا خساره في ملعبنا، مستحيل يعني، ولا خساره في ملعبنا. لكن انت لو تحسب كل تعادلين خساره، يعني انا اعتبر نفسي 4 تعادلات، تعادلت خارج وداخل، يعني عندي خسارتين. لكن نقول ايضا نفس الخساره مؤذي على اللاعبين، لكن احنا بالنسبه لنا كلاعبين اذا ظلينا على هالوتيره هذا بدون فوز ترى ما نصعد. اما اذا نفوز مباراتين 3 نقدر نصعد بالصوره الصحيحه. وام نرجع اقول لك، اقول لاعبينا مجدين، ادارتنا جاده، وضعنا جيد، يشتغلون بالصوره الصحيحه. لكن احنا نعاني من حرمان اللاعبين بطاقات الصفر، البطاقات الملونه. لكن المباراه القادمه راح نكون كنا جاهزين ان شاء الله لملاقاه الخابوره واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. عبد الله الروشدي مساعد مدرب مجيس، نهايه اللقاء بالتعادل 1-1. هل تعتبر نتيجة مرضية لك كنادي مجيس يعني في المسابقة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول بدي أشكركم على اللقاء الطيب هذا اللي صار. هو بالحقيقة كنا داخلين اللقاء باحثين عن الفوز 3 نقاط، لأن 3 نقاط راح تكون تعطينا دافع أكثر للمباريات القادمة. ولكن أهم شيء كانت الفكرة عندنا إذا ما نطلع ب3 نقاط ما نطلع خسرانين كل النقاط.
ففريق صحار فريق جيد منافس يرجع، كنا عاملين حساب له كثير، وما شاء الله عليكم ساعدتونا بالفيديوهات اللي تصوروا فيها اقوال نادي صحار، تابعنا الاهداف التي يبونهن اللي جابهن فريق نادي صحار، وكذلك الاهداف اللي على فريق نادي صحار وركزنا فيهن، والحمد لله يعني من نفس اللي كنا نتدرب عليه استطعنا ان نسجل الهدف الاول اللي جبناه في اللقاء. بس بالنسبه للنتيجه طبعا هي في حد ذاتها ربما تكون افضل السيء شو ما يقال. المباراه الفريقين ادوا مباراه جميله بالامانه، نتمنى يكون مجيس وسحار في درجه عمان موبايل او الدرجه الاعلى او الدوري النخبه كما يقال، لانه راح يضيفوا الكثير. هالفريقين عانوا كثير انهم يكونوا في درجه ثانيه، ونتمنى انهم ان شاء الله الفريقين يروحوا للدرجه الاولى. احمد الحبسي رئيس لجنه المسابقات، طبعا منور المباراه اليوم، كلمه حاب تقولها بعد نهايه المباراه بالتعادل الايجابي بهدف لمثله؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا صحار منوره دائما باهلها. مباراه الامانه يعني مباراه جدا كانت جميله، مباراه نديه يعني متعادله في كل النواحي. تقدم مجيس بس صحار قدر يرجع. بينت المباراه التنافس اللي بين الناديين على الوصافه ومركز الثالث. الامانه استمتعنا بمباراه يعني بمستوى جدا عالي. الشيء المميز كان الحضور الجماهيري الكبير اللي شجع الفريقين، وايضا اداء اللاعبين في الملعب. يعني كان ديربي بس كانت تسود الروح الرياضيه، كان في اندفاع بدني جيد، ربما شفنا بالاصابات بس كانت غير متعمده من حرص اللاعبين على تحقيق النتيجه. الامانه يعني دوري الدرجه الاولى يعني يبين مستوى دوري الدرجه الاولى، بدوري في تنافس الاتحاد، صحار، مجيس، نزوه. باقي 5 جولات، اتمنى ان نشوف ايضا مستويات مثل ما صارت، الجماهير تكون موجوده، وفي النهايه الحظ اوفر للفريقين، يعني ما زالوا في المنافسه. صحار حافظ على حظوظه، اتمنى لهم التوفيق جميعا ان شاء الله. اشكركم جدا. الامانه رساله الى جماهير او اللجنه الاعلام نادي صحار، انا متابعنهم في وسائل التواصل الاجتماعي في تويتر وفي الواتساب وكذا. الامانه شغل جدا جميل واحييكم عليه، وانا من المتابعين يعني، واشكركم على هذه المتابعه. شكرا جزيلا. احسن. الاعلامي معروف خالد الشكيلي اكيد منور لقاء اليوم صحار مجيس اللي انتهى بالتعادل، وبترك كلمه حاب تقولها بعد نهايه المباراه؟ والله في البداية أنا أوجه لكم جزيل الشكر على هذا اللقاء وعلى المجهود الكبير أيضا اللي بذلتوه في الفترة الماضية من المتابعين دائما لكل التقارير، وطبعا يعني لقطات المباريات والأهداف، هذا شيء يحسب لكم. مباراة جميلة بين الفريقين، والأجمل فيها طبعا الحضور الجماهيري، وكلمة حق بدون مجاملة. أعتقد جمهور الفريقين سواء جمهور الأخضر أو جمهور البحري يستحق أنه يتواجد في دوري النخبة، مع كل الاحترام والتقدير طبعا لبقية الأندية ونادي الاتحاد طبعا المتصدر اللي يستاهل وقريب جدا أيضا من الصعود، لكن الحضور الجماهيري الكبير أعطى نكهة جميلة للمباراة. الشيء اللي كنت متخوف منه قبل المباراة الشد العصبي والشحن الزايد، لكن هذا الشيء ما كان موجود نهائيا في المباراة. اللاعبين ساعدوا أيضا طاقم التحكيم على إدارة المباراة بشكل جيد، وبالتالي المباراة ظهرت بالشكل الرائع. وأيضا حتى جمهور الفريقين يمكن كان في تخوف بسبب حساسية المباراة، لكن الحمد لله عدت على خير، والجماهير كانت رائعة في مساندة فريقهم. واللي أتمناه إن شاء الله تعالى يعني الاستمرار الحضور الجماهير سواء بالنسبة للصحار أو بالنسبة حتى لمجيس، وأتمنى إن شاء الله التوفيق للفريقين. ومرة ثانية يمكن أختم بالكلام اللي قلته في البداية، جمهور الفريقين يستحق أنه يتواجد في دور النخبة، لأن مكسب للدوري نفسه تواجد هذا الكم الكبير من الجماهير اللي تساند وتشجع فريقك بكل روح رياضية. وأشكركم أيضا على هذا اللقاء، وأتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق.